خلونا نتعرف اكتر على اول جيمنج يو بي اس من شركه شنايدر او من اي بي سي في مصر. وعشان ابان كاني مستخدم عادي وما اقولش اي ارقام وخلاص، فانا هنقل لك تجربه استخدام اليو بي اس ده لاكتر من جهاز عندي في البيت. لما وصلت شاشه 4K عليه وضح لي انه بيستهلك حوالي 86 واط لحد ما استقر وفاضل حوالي ساعه وربع واليو بي اس يفصل. ولما اشتغلت عليه شويه البطاريه نزلت طبعا وشغلت فيديو فالاستهلاك فضل زي ما هو، ولكن الوقت المتبقي قل ل 51 دقيقه، وده طبيعي لان البطاريه كل ما تستهلك منها كل ما وقت التشغيل هيقل معاك. ولما ضفت جهاز البلاي ستيشن بجانب الشاشه فالاستهلاك كان بيتراوح ما بين ال 131 واط ل 145 واط، ومديني حوالي ساعه الا ربع واليو بي اس يفصل، وده وانا لسه ما شغلتش حاجه. ولما بدات العب الاستهلاك وصل ل 158 واط وباقي حوالي 27 دقيقه واليو بي اس يفصل، وده يعتبر وقت كافي جدا لو كنت بتلعب لعبه والكهرباء قطعت عليك انك توصل لنقطه حفظ معينه او حتى تقفل الجهاز بتاعك بشكل سليم، لانه طبعا مش مخصص لانك تفضل تلعب لفتره طويله، انت بس تلحق تلم نفسك في الحته دي لحد ما الكهرباء ما ترجع تاني معاك من جديد. ولما وصلته بالبي سي الاساسي بتاعي واللي فيه باور سبلاي 1000 واط، ولكن طبعا الجهاز مش بيستهلك ال 1000 واط كاملين، انا جايب الباور سبلاي بزياده عشان طبعا لو حدثت في المستقبل. فانا عندي هنا الكيس مع شاشه منفصله وبعض الملحقات زي الكيبورد والماوس والسماعه واكتر من اتش دي دي واس اس دي، فاستهلاك اليو بي اس كان بيتراوح ما بين ال 145 ل 184 واط مرحله البوتنج او الاقلاع لحد ما استقر على الديسكتوب، وثبت الاستهلاك لحد 145 واط، يعني حوالي 10% من استهلاك بطاريه اليو بي اس، ودول هيخلوا الكمبيوتر يشتغل معايا حوالي ساعه الا تلت تقريبا. جربت ان افتح متصفح ايدج، الاستهلاك كان تقريبا زي ما هو لان تاب واحده بس كانت هي اللي نشطه من وسط كل التابات دي، وجربت ازود الاستهلاك شويه باني اعمل ريندر لفيديو 4K داخل برنامج البريمير، وصل معايا الاستهلاك ل 330 واط، يعني حوالي 28% من البطاريه، واداني وقت ربع ساعه تقريبا، وده وقت كافي لو بتعمل ريندر لفيديو مش طويل قوي عندك، او حتى تلحق تحفظ البروجكت وتعمل شويه تعديلات كده وتقفل الجهاز بتاعك بشكل سليم لحد ما الكهرباء تيجي وترجع تكمل البروجكت بتاعك.